يا مساء الفل. اكيد يعني مش هنسيب الفراولة بالجمال ده في السوق يا جماعة، ومش هنجيبها ونعمل بيها احلى برطمان مربى، احلى بكتير من بره. جربيها بطريقتي وهتعجبك جدا جدا جدا. اول حاجة معايا 2 كيلو من الفراولة، نضفتهم وغسلتهم كويس جدا، وكمان قطعتهم بالشكل ده. انا وزنتها بعد ما نضفتها وقطعت معايا على الميزان 2 كيلو بالظبط، يعني الوزن بعد التنظيف. تمام كده. هبتدي بقى احضر المكونات اللي انا هضيفها للمربى. خلاص جهزنا الفراولة وقطعناها. تاني حاجة مجهزة لكل كيلو، كل كيلو فراولة بياخد معايا كوبايتين من السكر. تمام كده. هبتدي الاتنين كيلو هضيف عليهم 4 كوبايات من السكر بالاكواب المعياريه عادي جدا. اول حاجه هضيف الفراوله وهضيف السكر في الحله واقلبهم زي ما انتم ما شايفين. تمام، بقلبهم كويس قوي، بغلف الفراوله بالسكر وببتدي على طول ارفعها على النار. تمام. اول ما تبتدي تغلي معايا بالشكل ده زي ما انتم ما شايفين، هبتدي انزل بعصير ليمونتين. لكل كيلو بحط ليمونه. تمام كده. هبتدي بقى اقلب. طبعا بتابعها، ما بسيبهاش، لازم اقلبها على طول واشيل على طول الريم. بنسيبها لمدة ساعة. بسيبها على النار لمدة ساعة، بكون مهدية النار، بس اهم حاجة تكون بتغلي بالشكل ده زي ما انتم ما شايفين. تمام كده. وافضل بقى اشيل الريم ده اللي طالع من الفراولة لحد يعني على قد ما تقدري شيليه. تمام. هبتدي بقى اشيله، مش قادره اقول لكم خلاص كده هي كانت داخله بقى خلاص على الساعه وخست خالص النص. هبتدي بقى اجيب كيسين جيلي فراوله. هبتدي اضيفهم على المربى بالشكل ده واقلبها. تمام. ده بعد الساعة يا جماعة، بعد الساعة. خلاص انا في خلال الساعة كلها ما سبتهاش، بشيل الريم بقلبها على طول عشان ما تتلسعش معايا، ومتابعاها ومهدية النار، بس اهم حاجة انها تكون بتغلي. بعدها ضفت كيسين من الجيلي الفراولة. تقدري ان انت كمان تضيفي جيلي كريز لو ما لقيتيش مثلا فراولة، برضو بتبقى حلوة قوي مع الفراولة. تمام كده. هبتدي بقى اسيبها تغلي غلوة وبعدين ارفعها. ومجهزين بقى البرطمانات، وكالعاده بقول لكم انا بعقمها في الميكرويف. بحط البرطمانات بتاعتي في الميكرويف واسيبها تتعقم لمده دقيقه واطلعها واضيف فيها المربى. تمام كده. هبتدي بقى اضيف المربى وهي سخنه. لو مش هتعرفي تضيفيها يعني تحطيها في البرطمانات وهي سخنه، سيبي المربى تهدى شويه وبعدين حطيها في البرطمانات. تمام كده. هبتدي بقى ان انا احط الكميه كلها في البرطمانات. مش قادرة اقول لكم، الفراولة تحفة يا جماعة، وريحتها جميلة جدا، هتعجبكم، جربوها وعلى ضمانتي هتبطلوا تجيبوا مربى الفراولة من بره. الاتنين كيلو عملوا معايا المقدار ده زي ما انتم ما شايفين. هسيبها بقى تبرد تماما تماما بره، وبعدين هبتدي اني انا بعد ما تبرد خالص اغطيها بالغطا وادخلها التلاجة. تمام كده. وادخلها بقى بعدها بقى احطها في التلاجة تسقع كويس جدا، وبعدين اقدمها ونعمل بيها احلى سندوتشات مربى بالقشطه يا جماعه. حاجه كده في منتهى الجمال. مش قادره اقول لكم على جمالها. المره دي طبعا جبت لكم التوست. جبنا توست كالعاده، جيبوا التوست دايت وجيبوا جنبها القشطه وخربوا الدنيا، مفيش مشكله خالص. اهم حاجه ناكل مربى، مربى فراوله بالقشطه. احلى حاجه في الدنيا يا جماعه. كده السندوتش ده كده فعلا سندوتش السعاده. نحط بقى القشطه ونضيف بقى المربى. مش قادره اقول لكم على جمالها وطعمها، جربوها هتعجبكم جدا 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 جدا. وما تنسوش لما تجربوها وتعملوها في البيت وتعجبكم تبعتولي تطبيقاتكم. بالهنا والشفا. وبكده خلص الفيديو، وانتظروني ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده. باي باي.